وليش الرجال يشوف كل النسوان أحلى من زوجته؟ تريد تعرف؟ ابقى وياي واسمع هذا القصة. اكو رجل راح على شيخ حكيم، قال له مولانا أنا من تعرفت على زوجتي كنت أشوفها أحلى وحدة بالعالم، من خطبتها قمت أشوف هواية مثلها، ومن تزوجتها صار اكو هواية أحلى من عدها، صار عندي أول طفل ثاني طفل صار كل النسوان أحلى من زوجتي. الشيخ باوع عليه قال له كمليت؟ قال له إيه. قال له خلي أقول لك شيء أدهى وأمر. شنو؟ قال له أنت إذا زوجت كل نساء العالم، كل نساء العالم تزوجتهن، راح تشوف الكلاب الضالة السائبة أحلى من زوجاتك كلهن. قال له هاي شنو؟ هو هذا جواب؟ قال له إيه هذا جواب. ليش؟ لأنه المشكلة مو بزوجتك، المشكلة بيك أنت. أنت أولا قلبك طماع وما يستحي من الله وبصرك زائغ، تريد حل يرجع لك زوجتك أحلى من كل نساء العالم. قال له الله ويدي كان تعبت. قال له تغض بصرك. قال له لأنه الله سبحانه وتعالى بمحكم كتابه العزيز يقول قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هو أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون. فأنت يا محفوظ البقى والسلامة شو وقت ما غضيت بصرك عن ما حرم الله راح ترجع تشوف زوجتك أحلى وحدة بالدنيا. وهو بطبيعة الحال الإنسان كل شيء يتمنى يوصل إليه يشوفه أحلى شيء بالدنيا، بس من يصير بمتناول